توبيا تي في. أخطر 10 شواطئ في العالم. يهرب الناس عادة من الحر الشديد في فصول الصيف الساخنة إلى الشواطئ للتمتع بمياه البحر والهواء النقي العليل، إلا أن بعضا من هذه الشواطئ لا يجب الوصول إليها نظرا لما تحمله من خطورة كبيرة على حياة الأشخاص. إليكم أشهر 10 شواطئ تقع وسط بقاع ساحرة، لكن للأسف تحيطها بعض عوامل الخطورة التي يجب أن نتعرف عليها. بلاك ساند بيتش، هاواي. تعد جزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية من الوجهات السياحية البارزة، حيث تشتهر بالشمس الساطعة وكرم الضيافة والشواطئ الخلابة، لكنها على الجانب الآخر تضم الكثير من المواقع الطبيعية الخطيرة، مثل شاطئ بلاك ساند أو الرمل الأسود في جبل كيلاويا. فهاواي تعتبر موطناً للكثير من البراكين النشطة. الغريب أن شاطئ بلاك ساند يتكون من الرماد البركاني، وعلى الرغم من أنه من القبلات السياحية بالجزيرة، إلا أنه من الوارد أن تندلع البراكين في أي لحظة. شاطئ جانس باي، جنوب إفريقيا. عاصمة القروش البيضاء هو ما يطلق على شاطئ جانس باي في جنوب إفريقيا، فهو يضم مجموعة هائلة من أسماك القرش التي يمكنك أن تراها وهي تسبح هنا وهناك، لكن الشاطئ يجذب فئة من السائحين الأكثر عشقاً للمغامرة والإثارة، الذين يقومون برحلات غوص بداخل أقفاص لحمايتهم من هذه الأسماك الفتاكة. ولا تتم تلك الرحلات إلا من خلال شركات سياحية متخصصة نظراً لخطورتها. شاطئ شيتوفايا بوختا، روسيا. يعتبر هذا الشاطئ من الشواطئ المفضلة لعشاق التزلج على الماء، لكن يحتاج السائح أن يحصل على موافقة من السلطات العسكرية الروسية قبل ممارسة تلك الرياضة، ويرجع ذلك لامتلاء الشاطئ بالمنشآت العسكرية. خطورة الشاطئ تكمن في أن مياهه تضم بعضاً من الغواصات النووية القديمة، والتي يخشى من أنها قد تسرب إشعاعاً. شاطئ المثلث الأحمر، كاليفورنيا. The Red Triangle. وفقاً ل ISAF، وهي قوات المساعدة الأمنية الدولية، يعد شاطئ المثلث الأحمر موقعاً لأكثر من 11% من جميع الهجمات المسجلة على البشر عن طريق أسماك القرش الأبيض الضخم والثدييات البحرية العملاقة وثعالب الماء وأسود البحر. شاطئ بلايا زيبولايت، المكسيك. بلايا زيبولايت تعني شاطئ الأموات، وهو يعتبر واحداً من أخطر الشواطئ على ظهر الكرة الأرضية، ويخدع منظر الشاطئ البديع السابحين بمياهه الصافية ورماله الرائعة، إذ أن ارتفاع أمواجه ينتج عن الكثير من الدوامات الخطيرة تحت سطح الماء. شاطئ جزيرة فريزر آيلاند، أستراليا. تبدو جزيرة فريزر في أستراليا كجنة صغيرة على الأرض، فهي تتمتع بمياه كريستالية صافية ورمال بيضاء ناعمة، وتضم بحيرات عذبة، وتحيط بها الغابات الكثيرة والتي يمكن أن تراها بوضوح من الشاطئ، لكن للأسف تضم مياهها مجموعة من أسماك القرش وقناديل البحر الخطيرة جدا، كما تعيش التماسيح ومجموعة من أخطر العناكب القاتلة على شواطئها. شاطئ فولوجيا، فلوريدا. فولوجيا كاونتي. تعتبر ولاية فلوريدا الأمريكية من أكثر الوجهات المحببة للسائحين من كافة الأعمار، وتتمتع بشواطئ خلابة تجذب أنظار السائحين إليها، لكنها احتلت عناوين الأخبار في عام 2013
بأكبر عدد لهجمات أسماك القرش على شواطئها بالمقارنة بأي مكان آخر في العالم، حتى بالمقارنة بجنوب إفريقيا المشهورة في هذا الصدد. وتزيد الخطورة في شواطئ مقاطعة فولوجيا، حيث يمكن أن ترى أسماك القرش أحيانا وهي تسبح قرب الشاطئ، حتى أصبحت توصف بعاصمة أسماك القرش في العالم. شاطئ تشوباتي بيتش، الهند. تشتهر الهند بثقافتها وطعامها وجمالها الطبيعي، لكن الممارسات الخاطئة جعلت شاطئ تشوباتي أبعد ما يكون عن هذا الجمال. ويعد تشوباتي أشهر شواطئ العالم تلوثاً نتيجة لإلقاء المخلفات به، فتمتلئ الرمال بالأجزاء المعدنية الصلبة، وتختلط المياه بمياه الصرف الملوثة، وتسبب المياه العديد من الأمراض للسابحين من الأطفال وكبار السن. شاطئ بيكيني أتول. يقع شاطئ بيكيني أتول في مجموعة جزر المارشال. كان موقعاً للتجارب النووية في الفترة من عام 1946 وعام 1958. على الرغم أن الحكومة الأمريكية أكدت أمان الموقع، إنما ما زال الكثيرون يخشون من المخاطر المرتبطة بذلك. شاطئ جزيرة سنتينل الشمالية. جزر أندمان، نورث سنتينل آيلاند. تقع جزيرة سنتينل الشمالية ضمن جزر أندمان في خليج البنغال بالمحيط الهندي، التي تتبع الهند إدارياً. ويتسم سكانها الأصليون بالعداءة الشديدة، لدرجة أن الصيادين والسياح لا يجرؤون على الاقتراب من الجزيرة. وشهدت الجزيرة عدداً من الحوادث كنتيجة مباشرة لتلك العدائية. منها على سبيل المثال، صوب السكان سهامهم في اتجاه طائرة تابعة للحكومة الهندية كانت تحاول التواصل معهم، مما أجبر الطائرة على الهرب. كما قاموا بقتل 2 من الصيادين ضلوا طريقهم وسط المياه، ورسى قاربهم على الجزيرة. لذلك يعد شاطئ نورث سنتينل آيلاند هو الأخطر على مستوى العالم أجمع. توبيا تي في.